وبعد ما خلصنا معاك اول بروبرتيز بكل الكلام الكتير اللي بيجي فيها في الام سي كيو الا وهي الاكزايتابيلتي، ابدا اتكلم معاك على تاني حاجه مهمه الا وهي الاوتوماتيستي. لها اسماء تانية ممكن يجي لنا اسم ريزميسيتي او سلو ريسبونس او هارت ريت. اول سلايد دايما في الكاركتر اللي بتكلم فيها بنتعرف عليها ايه هو الديفينيشن. هو برضو ability of، المرة دي مش ordinary cardiac muscle، لا specialized cardiac cell زي الاس نود واخواتها. ability to ايه؟ في الاكزايتابيلتي قلنا ability to respond، هنا هنقول ability to generate او initiate electrical impulse، وفي شرط مهم وزود in external stimuli. كانها بتشتغل بيس ميكر فقلنا عليها كاردياك بيس ميكر. مين دول؟ الاس اي نود ده البرايمري بيس ميكر بتاعنا، تقدر تطلع الكتريكال امبلس بمعدل 90 اكشن بوتنشال في الدقيقه. كلمه الكتريكال امبلس هي الاكشن بوتنشال، وكل واحد من الاكشن بوتنشال دول هيترجم الى كاردياك سايكل ويترجم الى بيت في الدقيقه. فما اقول لك 90 بيت بير مينت هي 90 الكتريكال امبلس بير مينت، هي 90 كاردياك سايكل هي 90 اكشن بوتنشال. ايه تاني؟ الاي في نود تقدر تجنريت رغم ان الوظيفه الاصليه بتاعتها في الكوندكشن، لكن هي تقدر تجنريت بس المعدل المره دي 60. واخيرا بركنجي معدل 30. يبقى سهل ان احنا نحفظهم. اس اي نود ده المايسترو تطلع بمعدل 90، اللي وراها اي في نود يطلع بمعدل 60، اللي وراها بركنجي يطلع بمعدل 30. عايز اقول لي ان كل واحده من دول بتطلع؟ لا طبعا، في مايسترو واحد فوق في الرايت اترم اللي هي الاس اي نود ده اللي بيسيطر. لا قدر الله لو الاس اي نود ده مش شغاله، مين هيكون البيس ميكر؟ اي في نود تقدر تشتغل وتطلع لك بمعدل 60. لا قدر الله اي في نود مش شغاله، بركنجي ممكن تطلع معدل 30 لغايه ما تحط بيس ميكر او تعمل اي انترفنشن عشان تلحق العيان ده. فهمت يعني 90 60 30؟ حلو جدا. طيب انا كده فهمت العنوان اسمه اوتوماتيستي. انا كاس اي نود اقدر اطلع اوتوماتيكلي الكتريكال امبلس. ادي كلمه اوتوماتيست فهمناها. قول لي يعني ايه هارت ريت؟ بص يا جميل، الريت اللي البيس ميكر بي هيعمل ديشارج في الاخر هيحدد لك عدد الكتريكال امبلس وبالتالي عدد السايكل وبالتالي الهارت ريت. الهارت ده بيضخ بمعدل 72 مرة في الدقيقة على سبيل المثال. منين جت كلمة ريزميسيتي؟ البيس ميكر مش وظيفته ان هو يجنريت فقط، ده هو كمان عاوز يطلع الكتريك امبلس بنورمال ريزم اللي هو المنظر اللي احنا اتعودنا عليه في الاي سي جي، فنسمي الخاصية ريزميسيتي. لان لو الريزم باظ هندخل في الريزميا وده موضوع تاني خالص. طيب يعني ايه كلمة وزاوت الكتريكال ستيمولاي؟ مين هم اصلا؟ اشهرهم سمباثيك والباراسمباثيك. دول كل وظيفتهم على الاس اي نود مش انه يقولوا لها طلعوا وما تطلعيش، يقولوا لها زودي او نقصي الديشارج بتاعك. يعني زود الهارت ريت عامل سمباثيك او نقص الهارت ريت عامل باراسمباثيك. لكن هل هم لهم دور في الجنريشن اوف اكشن بوتنشال اللي بتعمله اس اي نود؟ ابدا. وده المقصود بكلمه وزاوت ان اكسترنال ستيمولاي. حلو قوي. في السلايد رقم 8 بقى لما اخدت الاكشن بوتنشال بتاع النورمال اوردينري ماسل اوف ذا هارت هاخد الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر. بص كده للوهله الاولى ادي الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر. يفرق ايه عن الرسمه دي اللي هي بتاع الاوردينري كاردياك سيل؟ هتقول لي لا يفرق حاجتين. هنا كان في بلاتو، هنا مفيش بلاتو، طلعنا ونزلنا على طول. صح. هنا كان في ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال، اما هنا انا ملاحظ ان الخط كان مش ستيبل، ده احنا كنا طالعين. مفيش عندك الهوريزونتال لاين بتاع الار ام بي اللي اتعودنا عليه في الاوردينري مصر. حلو جدا. احنا لسه ما خدناش تفاصيل بس انت خدت بالك ان في فرقين جوهريين ما بين الرسمتين. تعالى بقى نتعرف على الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر. لاحظنا ان احنا بنبدا بريستنج ممبرين بوتنشال ماينس 60. ده جمله في الام سي كيو جامد جدا وقلت لك عليها في اول السلايد بتاع الاكزايتابيلتي. ايه بقى اللي مخلي الكيرف كده طالع وعامل سلوب اب رغم ان ده يعتبر ريستنج ممبرين بوتنشال؟ يعني الاس اي نود كده المفروض ان هي مريحه. لقينا الاتي في الاول بنفتح صوديوم شانل فيدخل لك شويه صوديوم، دخول الصوديوم جوه ده يعمل لك بوزيتيف جوه الخليه، فتبدا الممبرين بوتنشال يتحرك من ماينس 60 لفوق يعني ماينس 50 اهو يا سيدي. عند ماينس 50 نفتح اذر شانل. مين المره دي؟ كالسيوم شانل. يدخل الكالسيوم اكتر يعمل لك بوزيتيف جوه الخليه اكتر واكتر لغايه ما نوصل لماينس 40. ايه اللي حصل عند ماينس 40؟ وصلنا للفايرنج ليفل. يعني ايه فايرنج ليفل؟ زي ما حكيت لك في موضوع الاكزايتابيلتي، اول ما نوصله يدخل بوزيتيف جامد جدا جوه السيلز ونوصل للبيك بسرعه جدا. طيب الاول اوصف لي المرحله قبل ما ادخل على الفايرنج ليفل اللي انت بتقول عليها ان ده ريستنج برين بوتنشال. الغريب في الامر ان طول عمرنا متعودين على الريستنج برين بوتنشال ان يكون ثابت عند رقم معين وليكن ماينس 90 ماينس 80 ماينس 60، الا ان انا لاحظت ان الريستنج برين بوتنشال اصلا unstable مش ثابت، ده بيتحرك من ماينس 60 لماينس 40. والسبب في كده opening of sodium channel وبعدين calcium channel.
بالترتيب ده عشان جمل MCQ. الصوديوم قبل الكالسيوم، وكأن اول 10 مللي فولت كان بتوع الصوديوم، تاني 10 مللي فولت كانوا بتوع الكالسيوم، لان المسافه من ماينس 60 لماينس 40 20 مللي فولت. اسماء اللي تشانل بتيجي كتير جدا 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 في الMCQ. صوديوم الشانل هي ديت نفس صوديوم الشانل بتاع الاوردينري كاردياك مايوسايت، غلط، غيرها. اللي هناك كان اسمها فولتج جيتد فاست صوديوم شانل، المره دي اسمها فاني نون سبيسيفيك صوديوم شانل. دخول الصوديوم اصلا بيعمل تيار بيسموه فاني كارنت، عشان لو جات لك جمله MCQ. ويبدو من كلمه نون سبيسيفيك ان الشانل دي مش بس خاصه بالصوديوم، فعلا لقوا ان في الكترونات تانية ممكن تدخل منها، يبقى اذا نون سبيسيفيك، يبقى مش هي دي الفولتج جيتد اللي احنا متعودين عليها في موضوع الاكزايتابيلتي. طيب مين الكالسيوم شانل اللي احنا فتحناها ووصلتنا لماينس 40؟ لقيناها ان هو نوع سريع من الكالسيوم شانل بيفتح وقت مؤقت. كلمه مؤقت يعني ترانزيانت، فقالوا خلاص ناخد الحرف الاول ونسميها تي تايب كالسيوم شانل. ودي اول مره نشوف التي تايب في الهارت اهو. يبقى التي تايب موجوده فين؟ سبيشالايز كاردياك سيل. اول ما وصلنا للفايرنج ليفل حضرتك ايه اللي حصل؟ اكتشفنا حاجه غريبه جدا، ان انا بدخل كالسيوم يا راجل. يعني الديبولاريزيشن ان انا بتحرك من ماينس 40 لغايه بوزيتيف 20 او بوزيتيف 10 ملي فولت، هذا الديبولاريزيشن لاول مره نشوف ان هو مصنوع من الكالسيوم. يبقى الديبولاريزيشن في البيس ميكر معمول من الكالسيوم، مش السبب فيه دخول صوديوم زي ما احنا متعودين طول عمرنا. ودي نقطه ثانيه في الMCQ. تعالى اكبر لك الدنيا، عملت لك سهم اهو، امشي مع السهم ده هتلاقي ادي سيد السيلز فتحت كالسيوم شانل، دخل الكالسيوم كتير جدا، عمل لك الديبولاريزيشن. حلو. سؤال MCQ، ايه نوع الكالسيوم شانل؟ المره دي كان لونج ستاندنج او لونج اكتنج، يعني ايه اللي طيب. عشان كده الناس بتتلخبط في الMCQ، يقول لك البيس ميكر فيها كالسيوم شانل، ايه اللي طيب ولا تي طيب؟ تقول له الاثنين. لو انت بتتكلم على ريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هو فيز 4، فنوع الكالسيوم شانل اللي كانت بتعمله تي طيب. لو انت بتتكلم على فيز 0 اللي هو الديبولاريزيشن اللي هيحصل من اول الفايرنج ليفل لغايه البيك، فده حصل عن طريق اوبننج اوف ال تايب اوف كالسيوم شانل. يبقى انا حطيت لك الاثنين جنب بعض عشان MCQ. تي تايب في مرحله فيز 4، ال تايب في مرحله فيز 0. ملاحظ ايه بعد فيز 0؟ بننزل عادي جدا مفيش اي بلوتو، بنعمل ري بولاريزيشن. طب نعملها ازاي؟ فتحنا البوتاسيوم شانل والبوتاسيوم بدا يطلع بره. نفس الكلام اللي قلناه في الاكزايتابيلتي، عشان كده قلت لك الاكزايتابيلتي تتاخد قبل الاوتوماتيستي، هتسهل الدنيا جدا. وادي يا سيدي السهم بتاع الريبولاريزيشن بيحصل ازاي. تعالوا نقرا الكلام اللي موجود على الرايت سايد. كاتب لك لما تيجي تبص على الفرق ما بين الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر والاكشن بوتنشال بتاع الاوردينري ماسل، هنلاقي نو بلاتو. طب ما تيجي نسمي الفيزز. هناك انا في الاوردينري ماسل قلت لك ده 0 وده 1 وده 2 وده 3 و4. اما نيجي نسميها هنا الطلعه دي برضو ده تعبر عن ريسم بريم بوتنشال، وكان غريبه جدا مش موجوده في اي حته في الجسم، فتاخد نفس الرقم الا وهو فيز 4. الطلعه دي تمثل الديبولاريزيشن فهتاخد نفس الرقم الا وهو فيز 0. طب النازله هناك، النازله كان فيها فيز 1 و2 و3. بالله عليك بص كده تقول لي مين اهم واحد يعبر عن الريبولاريزيشن. هل اختار رقم 1 اللي هي النزله الخفيفه، ولا اختار البلاتو اللي هو مش موجود اصلا، ولا اختار رقم 3 اللي هي اغلب الديسندنج اوف الكيرف واللي يعبر عن الريبولاريزيشن؟ فقلنا خلاص لو انت هتختار رقم 1 من الثلاث ارقام دول اختار رقم 3. واصبح الفيزز اوف اكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر هما 3 فيز، 4 و0 و3. لما نيجي عند فيز 4 هنا كان الاستغراب كله له كذا اسم يجي في الMCQ، يسموه unstable resting brain potential فعلا، او يسميه لان اهم مرحله في الاكشن بوتنشال كانت الديبولاريزيشن، فده اللي كان قبل الديبولاريزيشن يسموه كلمه بري بوتنشال او اسم تاني خالص. غالبا انت في الريستنج برين بوتنشال الهارت بيكون داخل في حاله من الديستول، لانك ريستنج فانت خدت كلمه ميكانيكال على كلمه الكتريكال. انت كنت في مرحله ديستول الا انك كهربائيا كنت في حاله من الديبولاريزيشن بجد. طول ما انت بتتجه من نيجاتيف الى ناحيه بوزيتيف وطالع على الكيرف الفيرتيكال، فانت كهربائيا بتزود البوزيتيف جوه الخليه عن طريق دخول الصوديوم وعن طريق دخول الكالسيوم، انت كده بتعمل ديبولاريزيشن. فقالوا خلاص ناخد الكلمه دي على الكلمه دي ونسميه دايستوليك ديبولاريزيشن. دي اسماء ممكن تجي لك في الMCQ عن فيز 4. فيز 0 لاول مره نعمل ديبولاريزيشن مش بدخول صوديوم، وده اللي انا كاتبه لك كوز باي كالسيوم انفلكس نوت صوديوم انفلكس. دخلنا عن طريق اللي طيب، والنقطه دي اغلب دكاتره ما بياخدوش بالهم منها. اغلب الناس يقول لك ده التي طيب هو اللي مسؤول عن الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر. لا، التي طيب في فيز 4
اما في الزيرو كان بيتعمل بالال تايب حضرتك. وكده اقول لك على معلومتين مهمين في الام سي كيو. ال تايب دي في الاوردينري ماسل اوف ذا هارت كانت مسؤوله عن البلاتو صح، وفي السبيسيفيك بيس ميكر اوف ذا هارت كانت مسؤوله عن الديبولاريزيشن. خلي بالك من جمل ام سي كيو دي، اديني بجيب معاك كل الجمل وكل اللف والدوران اللي ممكن يعملوه لك. سؤال، لما تيجي تقارن الكالسيوم شانل اللي عملتك ديبولاريزيشن في البيس ميكر بالصوديوم شانل السريعه اللي عملتك اكشن بوتنشن هناك في الاوردينري ماسل، مين اسرع؟ طبعا الصوديوم شانل. يعني عايز اقول لك ان الكالسيوم شانل ابطا من الصوديوم. ايوه عشان كده سموا الظاهره دي سلو ريسبونس. ادي الترجمه الاخيره كلمه سلو ريسبونس. حلو جدا، يبقى انا عرضت عليك كل جمل الام سي كيو وكل الاحتمالات. فاضل سؤال محدش هيساله لك، ليه ربنا خلق لنا الريستنج برين بوتنشن بتاع البيس ميكر اس اي نود انستيبل؟ هو اكشلي ديبولاريزيشن عشان خاطر البيس ميكر مش مطلوب منه كونتراكت، عايز يطلع كهرباء بمعدل عالي، فربنا عمل له الريستنج برين بوتنشن عند ماينس 60 وخلاه هو قاعد مرتاح، مفيش وقت انه يكون نايم ويبدا يصحى ودخل صوديوم كتير. لا يا سيدي، انت مصحصح حتى وانت مريح عشان بسرعه توصل للفايرنج ليفل بتاعك وبسرعه تعمل لك اكشن بوتنشن، وبعدين تقوم تعمل الاكشن بوتنشن اللي بعده، لان كل واحده من دول بتترجم لكاردياك سايكل. انت بيس ميكر، انت مش نورمال كاردياك سيل. حلو جدا. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز. في الصدر رقم 9 بيجي سؤال جامد جدا. اللون الاسود ده يعبر عن النورمال بيس ميكر اكشن بوتنشن. طب الاحمر ده يعبر عن سمباثيك ديسشارج او ستيميليشن. طب الاخضر ده يعبر عن البارا سمباثيك. ايه تاثير كل من السمباثيك وبارا سمباثيك على الاكشن بوتنشن بتاع الاس اي نود؟ بص معايا بمنتهى البساطه، طول عمرنا عارفين ان السمباثيك هيزود الهارت ريت، يعني بيزود الشارج بتاع الاس اي نود، وكان بيطلع كيميكال ترانسميتر اللي هو النور ادرينالين ويشتغل على بيتا 1 ريسبتور. الميكانيزم بتاعتها انه بيزود سايكليك ام بي. روح كده بص على السلوب بتاع فيز 4 اللي هو ريسنج برين بوتنشن. ايه اللي حصل فيه؟ اتحرك من الاسود الى الاحمر. بص كده، طلع لفوق ولا طلع لتحت؟ طلع لفوق. بدل ما كنت بتعمل ضربتين اللي هو الاسود بدات تعمل 3 ضربات اللي هو الاحمر. عشان كده بيجي لك في الام سي كيو بيعمل سلوب اب ولا سلوب داون؟ سلوب اب. حضرتك انزل تحت على البارا سمباثيك. معلومات البارا بيعمل براديكارديا، الترانسميتر هو الاستايلكولين، والنيرف هو الفيجاس، الريسبتور ام 2، والميكانيزم ناقص سايكليك ام بي. بص على الرسمه كده، ايه اللي حصل؟ بدل ما كان عندك ضربتين خلاهم ضربه واحده، خد السلوب بتاع فيز 4 ونزل بيه، فاعمل سلوب داون. وفي السلايد رقم 10 قمت جبت لك الاكشن بوتنشن بتاع السكريتال ماسل بتاع الكاردياك بيس ميكر وبتاع الكاردياك ماسل العاديه، وكلهم بيشتركوا في المبدا ريستنج برين بوتنشن ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. بس في السكريتال ماسل والنيرف نزلنا شويه في الريبولاريزيشن وعملنا حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، يعني النيجاتيفيتي زادت شويه، بعدين رجعنا تاني للريستنج برين بوتنشن. البيس ميكر كان ادي الريستنج برين بوتنشن بتاعه، وبعدين ديبولاريزيشن، وبعدين ريبولاريزيشن. النورمال مايوكارديوم ريستنج برين بوتنشن، وبعدين ديبولاريزيشن، وبعدين فيز 1 2 3 ريبولاريزيشن، وبعدين ريستنج برين بوتنشن. في جميع الاحوال كان فين الاي ار بي؟ كان دايما يبدا الاي ار بي قاعده عامه من اول الديبولاريزيشن وينتهي عند تلت الريبولاريزيشن، فهنا كان الزمن ده. طب هنا يبدا من الديبولاريزيشن وينتهي عند تلت الريبولاريزيشن، فده كان زمنه. هنا يبدا من اول الديبولاريزيشن ويمتد لغايه تلت فيز 3. من الثلاث رسومات دول ومن المعلومه الاولانيه تقدر تقول لي مين اطول اي ار بي؟ طبعا بتاع النورمال مايكارد. ليه؟ عشان في بلاتو. وقلت لك المعلومه بتاع عن دخول الكالسيوم اللي عامل لك بلاتو خدم السيستول كونتراكشن، وده كده بتتكلم على ميكانيكال، وخدم السيستول لمره ثانيه انه منع التيتانيك كونتراكشن عشان هو مطول لك الاي ار بي، وكده يعتبر خدمه الكتريكال. كده كنا خلصنا معاك الحمد لله. عاملين اهم واصعب 2 كاردياك بروبرتيز الا وهي الاكزوتابيلتي والاوتوماتيستي بكل تفاصيلهم، بكل الجمل بتاع الام سي كيو اللي ممكن تجي لك باذن الله عز وجل. وبكده بفضل لنا الكوندكتيفيتي او الكوندكشن والكونتراكتيليتي، وده قصه وحكايه لوحدها نحكي فيها ونستمتع فيها مع بعض باذن الله. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. وفي الصورة الأخيرة هكلمك على الكوندكشن، ما فيهاش أي كلام غير إن إحنا نعرف النتورك اللي بنوصل بها الكهرباء لكل المايكارد. الموضوع بيبدأ من عند الاس اي نود، توصل الكهرباء للمحطة اللي وراها اللي اسمها اي في نود، بعد ما نمشي في حاجة اسمها انتر اتريال فايبر. الكهرباء دي تروح للرايت اتريوم والليفت اتريوم، وما فيش امبلس واحدة هتنزل للفنتريكل الا لما نيجي على الجيت اللي اسمها اتريو فنتريكلر نود، وهنا بتعمل لك حاجة اسمها ديلي اوف امبلس، بتستنى كل الامبلس تتجمع عندها
وتبدا تنزلها لتحت على الفنتريكل. طب ايه الهدف من كده؟ ان احنا نشغل الاثنين اتريوم از وان سيستيوم، وكذلك الفنتكل نوصل له كهربته في نفس الوقت عشان يكونتراكت الاتنين مع بعض. بعد كده بننقل الكهرباء لحاجه اسمها باندل اوف هيس، واللي بتنقسم الى رايت باندل برانش وليفت باندل برانش زي ما انت شايف كده. وفي الاخر بيديني شبكه رائعه جدا من البركنجي فايبر، ودي اسرع فايبر عندك من حيث الكوندكشن اوف الكتريكال امبلس. ساعات يسالك على الفيلوسيتي بتاع توصيل الكهرباء، فاعلى فيلوسيتي موجوده في البركنجي زي ما قلت لك بمعدل 2 ل 4 متر في الثانيه، ممكن تاخد المتوسط يبقى 3 متر في الثانيه. باندل اوف هيس تقريبا النص 1.5 متر في الثانيه. فاكر بقى 3 متر في الثانيه دي الكهرباء وهي ماشيه في النورمال مايوكارديوم يبقى سرعتها عشر الرقم ده، يعني 3 من 10 متر في الثانيه. ابطا سرعه وده مقصوده من رحمه ربنا موجوده في الايفي نود بمعدل 5 من 100 متر في الثانية، اللي هو تقريبا 5 سنتي في الثانية. هدف الديلي زي ما قلت لك فيسيولوجيكال عشان اوصل الكهرباء للتو فنتريكل ات ذا سيم تايم. واحيانا لو حصل اي اف مثلا وعندك اكتوبك فوكس بتديك 300 ضربه في الدقيقه ولا حاجه، ما ينفعش ان انت تنزل ال 300 ضربه دول للاثنين فنتركل تحت، هتدخل في في اف وش. كان لازم يحصل ديلي وفي حاجات ما تعديش تحت عشان اكنترول الموضوع شويه. لو تلاحظ ان اول 3 بروبرتيز بتاع الهارت سواء اكزيتابيليتي او الاوتوماتيستي او الكوندكشن كلهم كانوا الكتريكال. انا هستفيد ايه بعد ما اعرفهم بالتفاصيل دي كلها؟ هتستفيد اولا دي كهربة القلب اللي انت شغال بيها مع عينك ليل نهار. ثانيا لما تلخبط الكهرباء ديت وتلاقي نفسك دخلت في الاريزميا لازم تكون فاهم الفسيولوجي بتاعنا، عشان خاطر لما ادخل بفارماكولوجيكال تريتمنت بحاجه اسمها انتي اريزميك استحاله تفهم ولا تشرب ولا تستمتع بالانتي اريزميك سواء بقى كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 الا ما اكون فاهم الفسيولوجي بتاع كهربة القلب اللي انا عرضته عليك في ال 11 سلايد دول. ولو هتدخل بجهاز بيس ميكر او غيره زي ما اقول لك في الفيزيكس تبقى فاهم انا داخل اعمل ايه على باثولوجي ايه. كده انا فاضل لي معاك الكونتراكتيليتي. اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله في مغامره جديده من مغامرات عالم السي في اس. ما تنساناش من دعوه جميله من القلب. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير.